الفنان سعيد أبو بكر شيبوب السينما المصرية رفض الجواز بعد فسخ خطوبته من الفنانة ماجدة الصباحي، والضباب الكثيف كان السبب وراء وفاته في الطيارة. الفنان سعيد أبو بكر فنان من مبدعين الزمن الجميل، واللي منالش حظه وما خدش فرصته، ولكن أداؤه كان دايما بيتميز بخفة ظله. سعيد أبو بكر اتولد في 20 نوفمبر سنة 1913 في مدينة طنطا في محافظة الغربية. بدأ الفنان سعيد أبو بكر العمل بالسينما المصرية سنة 1940 بعد ما اتعرف على المخرج محمد كريم، وكان أول أعماله فيلم يوم سعيد. شارك كمان في الكثير من أفلام الثنائي الناجح ليلى مراد وأنور وجدي، زي فيلم ليلى بنت الأغنياء وقلبي دليلي وغزل البنات. وشارك الفنان محمد فوزي في فيلم دايما معاك سنة 1954. شارك الفنان سعيد أبو بكر في فيلم عنترة بن شداد، واللي لعب فيه أشهر دور ليه وهو شيبوب أخو عنترة الصغير، واللي اتشهر من وقتها كتير في السينما المصرية. تمت خطوبة الفنان سعيد أبو بكر من الفنانة ماجدة الصباحي سنة 1950، ولكن الخطوبة دي ما استمرتش كتير، وتم فسخ الخطوبة ولم يتم الزواج. الخطوبة اللي كانت سبب في سعادة سعيد أبو بكر ما دامتش غير 3 شهور بس، لحد ما قررت ماجدة فسخ الخطوبة من غير ما تكشف عن أي أسباب. قابل الفنان سعيد أبو بكر خبر فسخ خطوبته بصمت شديد، وكمل مسيرته الفنية في هدوء تام، ورفض إنه يتجوز تاني طول حياته. اتوفى الفنان سعيد أبو بكر في يوم 16 أكتوبر سنة 1971، وكان عمره وقتها 57 سنة بعد صراع مع مرض القلب. الفنان سعيد أبو بكر اتصاب بمرض القلب وعانى من المرض ده لسنوات كتيرة جدا، لحد ما قرر إنه يسافر لندن لإجراء جراحة بالقلب. ولكن أثناء رحلته الطيارة اللي كان راكبها كانت المفروض تهبط في مطار لندن، لكن للأسف كملت سيرها عشان تهبط في مطار اسكتلندا، وده نتيجة تكاثف الضباب. وبعد كده رجعت الطيارة تاني لمطار لندن بعد اختفاء الضباب ووضوح مسار الرحلة، وبقيت الطيارة في الجو لمدة 17 ساعة كاملين. وخلال المدة الطويلة دي اتعرض الفنان سعيد أبو بكر لنوبة قلبية شديدة، ففارق الحياة وهو على متن الطيارة. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.